عايز اسألك سؤال صريح وتكون صادق مع نفسك. كم مرة حسيت ان انت شخص مسجون بس داخل عقلك؟ وهنا انا مش بتكلم عن التفكير العادي، انا بتكلم عن لحظات بتطاردك، وهي لحظات سلبية واحدة تفضل مترددة زي صدى الصوت كده في الأوضة الفارغة. صوت مثلا بيقولك ان انت مش كافي، ان الكل ناجح الا انت، الفشل بيلحقني. المشكلة مش في الفكرة نفسها، المشكلة اننا احيانا بنصبح احنا والفكرة شيء واحد، وبنندمج معاها لدرجة ان احنا ما بنشوفش الواقع الا من خلالها هي. ففي علم النفس الحالة دي بتسمى cognitive fashion، يعني الاندماج المعرفي. احنا بنندمج مع الفكرة السلبية دي، وهي حاجة بسيطة جدا، ان عقلك بيحط نظارة سودة قدامك. يعني انت شايف من خلال النظارة، شايف العالم كله من خلال نظارة واحدة، فهنا بتشوف العالم كله مظلم، وده بسبب النظارة، مش انت السبب. خليني احكي لك حكاية او قصة بسيطة خالص بتقرب الصورة. تخيل ان انت قاعد في غرفتك او في الأوضة بتاعتك، وجالك ضيف تقيل الدم ومش مدعو وانت مش مرحب بيه، بس اول ما دخل بدأ ينتقد المكان اللي انت قاعد فيه، بدأ ينتقد الأثاث اللي انت مختاره، بدأ يقولك ان انت فاشل. هل رد فعلك من الطبيعي هيكون ايه؟ يعني في 3 حاجات يكون من الطبيعي رد فعلك فيهم. اول حاجة ان انت تدخل معاه في عراك بقى، وان انت تخش في صراخ وتبدأ تهاجم، وهنا هيزداد التوتر والضجيج جدا. اول حاجة التانية انت تصدق كلامه، تفضل تبكي في الزاوية زي ما بيقولوا. اما الخيار التالت وهو الخيار الاهم، هو سر الراحة النفسية، ان انت تسيبه قاعد، تستمر انت في فعل اللي انت بتعمله واللي انت بتحبه واللي هو شيء بيبسطك، سواء كنت بتقرأ كتاب، سواء كنت انت الحقيقة المعرفية اللي انت فيها حقيقي بجد، ان وجوده مش فارق لك. يعني كلامه السلبي عنك هو مجرد رأي هو، فدي مش حقيقتك. فالأفكار السلبية هي دي الضيف، هو ده الضيف السلبي، الضيف التقيل عليك. فهي موجودة، ده طبيعي لأن الحياة ups and downs وفيها منحنيات، وطبيعي إن في أفكار سلبية تورد علينا، ولكن الفكرة في إننا إزاي نتعامل مع كل فكرة سلبية. فدي حاجة مهمة جدا. فالعمق العلمي إن أنت ما ينفعش تكون سجين لأفكارك. طب ده ليه بيحدث؟ أو ليه اللي بيحصل للأفكار السلبية ده؟ في الأصل العقل هو عبارة عن آلة لحل المشاكل، هو بيحاول حمايتك، بيديك مثلا سيناريوهات وإن أنت إزاي تستعد ليها، بس أحيانا بيهلوس. العقل بيبدأ يخترع مشكلات غير موجودة ومشاكل غير موجودة عشان بس إن أنت تبقى قاعد متخيلها، عشان تبقى أنت قاعد في توتر. فدي اسمها هلوسة العقل. فانت لازم تبقى عارف قاعدة ذهبية جدا، ان الافكار مش دايما حقائق ولا حقيقة عن نفسك. فلما تحس بخوف قول انا مش في خطر حقيقي، انا حاسس بخوف. هنا بس الجهاز العصبي بيرسل اشارات قلق. ليه؟ عشان هنا في علاج بالقبول، في حاجة مختلفة حصلت، في فكرة غير واردة على العقل، فبالتالي لازم يكون في حاجة في السلوك المعرفي بمعنى أصح، أو الفك المعرفي. فلازم يكون في فرق ما بين الهواية بتاعتنا وهوايتنا وبين أفكارنا. لازم يكون في حاجة اسمها إن احنا نفصل بين الأفكار ونفصل بين الوعي، إن أنا مش حصيلة أفكاري بمعنى أصح 100%، لأن الأفكار فيها سلبيات كتيرة جدا. فحاجة بسيطة ممكن نتدرب عليها، يعني هم 3 خطوات، يعني احنا دايما بنعملها في حاجات بسيطة جدا. اول حاجة بنسمي الاشياء بالمسمى بتاعها الحقيقي، بمعنى صح، بدل ما اقول انا فاشل
طب ما انا ممكن اقول بصوت مسموع وعالي انا عندي فكرة بتقولي ان انا فاشل. هنا في فرق، جملة اتحطت انا عندي فكرة بتقول ان انا فاشل، فحاول تعيد مسمى الاشياء. الحاجة التانية، حط لافكارك او اديها صوت مضحك. يعني مثلا مثلا هقول لك على فكرة غريبة دخلت، فهي فكرة غريبة، فانت ممكن الفكرة دي ممكن تحبطك وتخليك شخصية كرتونية. ممكن تحطها مثلا في شخصية كرتونية مضحكة، هتشوف الفرق مختلف تماما. يعني انت هتشوف ان اللي انت حاطه فاكره زي ما انت كنت بتتفرج عليه زمان، هتحط الفكرة السلبية العجيبة الغريبة دي في شخصية كرتونية مضحكة. انت نفسك هتلاقي ان الموضوع فعلا الموضوع ابسط مما تخيل. الحاجة التالتة، وهو زي ما قلت في الفيديو السابق، ان العقل عبارة عن السماء، والفكرة السلبية هي عبارة عن السحابة اللي هي السحابة السوداء أو المظلمة. احنا بنحاول نشد السحابة دي علينا بحيث ان دي تكون رؤية السماء لينا طول الوقت. فده شيء مهم جدا، ما تحاولش تسحب السحابة، بل بالعكس خليها تمر مر الكرام، وهتلاقي بعد كده ان السماء صافية ومفيش اي حاجة خالص، والفكرة دي هتنطرد وهتبقى شيء لا يكون ولم يذكر بمعنى أصح. ففي النهاية أحب إن أنت تكون تمتلك مفتاح سجن عقلك. المفتاح مش التخلص من الأفكار، بل عدم تصديق الأفكار دي، أو إن أنت ما تصدقهاش، أو ما تصدقش كل اللي بيخبرك بيه عقلك أو كل اللي بتفكر فيه. دي كانت محطة مهمة جدا، حاول إن أنت تشتغل عليها.